ازيكم؟ مش متخيلين انا متحمسه الحلقه دي ازاي، لانها الحلقه اللي احنا هنبني عليها كل السنه اللي جايه 2025. وانا متحمسه لاني دورت وطلعت بقى شويه حاجات بجد انتوا مش هتتخيلوا هتساعدكم ازاي في ان انتوا توصلوا لاهدافكم. جايبه لكم طرق تساعدكم توصلوا لاهدافكم مثبته علميا بابحاث ودراسات. فالمرة دي بقى مفيش مفر، هنوصل للأهداف، يعني هنوصل لها. بس قبل ما نبتدي عايزة منكم كراسة وقلم علشان هنحتاجهم عشان هنكتب فيهم شوية حاجات. ولو ما شفتوش الفيديو اللي قبل ده انصحكم تتفرجوا عليه، لانه الفيديوهين مرتبطين ببعض وبيكملوا بعض. اول حاجة هنعملها هو ان احنا هنعمل ثيم او فكرة للسنة بتاعتنا. هي الفكرة دي هتبقى محور السنة، أو الكلمة اللي بيترتب عليها بقية الخطوات أو الحاجات اللي احنا هنعملها كل يوم. يعني مثلا الكلمة دي هي هتبقى البيج أمبريلا، تمام؟ وهينزل منها بعد كده أهداف مرتبطة بالكلمة دي. الكلمة دي مثلا ممكن تبقى السعادة، مثلا إن أنا السنة دي هكون مبسوطة، أو ممكن تبقى النجاح، إن السنة دي بتاعتي أنا هنجح فيها بشكل مختلف تماما عن بقية السنين اللي فاتت، هيبقى فعلا فيها حاجة مختلفة مثلا في جزئية النجاح. أو السنة بتاعتي مثلا هتبقى مرتبطة بالعيلة، دي السنة بتاعتي اللي أنا هتبقى العيلة هي محور السنة بتاعتي ده. وهتكتبوها في الكراسة بتاعتكم إنه الكلمة دي هي اللي هتبقى السنة كلها مرتبطة بيها. كل حاجة هنشتغل عليها في السنة دي هتبقى ليها علاقة بالكلمة اللي احنا اخترناها دي. انا مثلا بالنسبة لي السنة دي انا هخليها عن الشغل بتاعي، ان انا عايزة السنة دي تبقى احقق حاجات في شغلي او اوصل لحاجات في شغلي انا ما وصلتلهاش قبل كده، وده هيترتب عليها الاهداف اللي انا هحطها، وهنتكلم في الجزئيه دي بعدين. وليه انا بقول لكم ان احنا هنكتب كل حاجه من السنه دي اللي احنا عايزين نحققها؟ لانه في دراسه اتعملت في جامعه في كاليفورنيا، عملت بحث كده على مجموعتين، مجموعه بتكتب الاهداف بتاعتها ومجموعه تانية بتقول ان هي عندها اهداف لكن مش بتكتبها. والدراسه دي لقت ان الناس اللي بتكتب اهدافها عندهم نسبه اعلى 42% ان هم يحققوا اهدافهم او يوصلوا لها اكتر من الناس اللي هي ما بتكتبهاش. تاني نقطة بقى هتكلم فيها هي ان انا عايزاكم تقسموا السنة بتاعتكم 4 أجزاء، لأنه فكرة إن احنا نرتب ل 12 شهر دي حاجة أصلا بتجيب توتر، واحنا الصراحة مش عايزين نتوتر، الحياة اوريدي موترة بما فيها الكفاية، فمش عايزين نزود على نفسنا. فاحنا هنقسم السنة بتاعتنا زي تحدي 90 يوم كده، هنقسمها 4 أجزاء: الجزء الأول، التاني، التالت، الرابع. وفي كل جزء من دول هنحط فيه من هدف ل3 أهداف هنشتغل عليهم في الربع ده اللي هما ال3 شهور دول. وانا ما انصحكوش بصراحة ان انتوا تحطوا اكتر من 3 أهداف، لكن طبعا دي حاجة بترجع لكل شخص والتاني. لكن لو تفتكروا في فيديو قبل كده اتكلمنا انه لما بنحط اهداف نقدر ان احنا نوصل لها وبنوصل لها، ده بيساعدنا ان احنا نحسن اجزاء تانية عندنا، زي الثقة بالنفس، زي ان احنا الواحد يبقى عنده ايمان بنفسه، زي ان هو عارف ان هو هيقدر يوصل لاهدافه. عشان كده انا ما انصحكوش بصراحة ان انتوا تحطوا اهداف مش هتعرفوا توصلوا لها، لاني انا عايزه احساس الثقه بالنفس ده يتبني عندكم، علشان كل ما توصلوا لحاجه من دي هتقدروا ان انتوا توصلوا للحاجه اللي بعدها. وتاني حاجه هو ان احنا اي هدف بنحطه بنشتغل عليه كل يوم بيتحول عندنا من حاجه جديده بنعملها في حياتنا لعاده، وبعد لما بيتحول لعاده عندنا ساعتها بيبقى سهل قوي ان احنا نزود عليه حاجات تانية، لانه بيبقى روتين في حياتنا كل يوم، في حاجه احنا اصلا مش بنبذل فيها مجهود، زي مثلا الاكل والشرب وان الواحد يمشي، زي اي حاجه احنا بنعملها كل يوم في حياتنا ما بتاخدش مننا مجهود، لانها حاجه روتينيه، حاجه عاده عندنا. فنفس الكلام ده هنطبقه على اهدافنا، هنبدا بهدف واحد، بعدين لما يبقى عادة عندنا هنزود عليه هدف تاني، هدف تالت. وعموما عشان الحاجة توصل من حاجة جديدة لان هي تبقى عادة، في دراسات بتقول ان احنا محتاجين نعملها لمدة 30 يوم. فانصحكم ان انتوا اي حاجة تحطوها لنفسكم تلتزموا بيها 30 يوم، ولو حاسين ان هي لسه برضو صعبة تزودوا على ال 30 يوم دول لحد 90 يوم، اللي هو لحد الربع او الكوارتر اللي احنا بنتكلم فيه. ولما نيجي نكتب الاهداف بتاعتنا انا عايزاكم تكتبوها حاجه اسمها سمارت جولز، وحرف الاس بيرمز لكلمه سبيسيفيك، ان هو يبقى هدف محدد، هدف واضح ومعروف هو ايه بالظبط، مش يبقى هدف كبير وعايم او مش عارفين اوله من اخره. حاجه سبيسيفيك، حاجه محدده. تاني حرف هو حرف الام، وهو ان هو يبقى measurable، او بنعرف ان احنا نقيسه، ليه مقياس، ليه حاجة أنا بعرف أشوف منها التحسن،
أو التدرج اللي بيحصل علشان أعرف إن أنا أقيسه. تالت حرف وهو حرف ال A، وهو بيرمز لكلمة achievable، أو حاجة إن إحنا نقدر نوصل لها، ما تبقاش حاجة مستحيلة وصعبة إن إحنا نعملها، وده يأثر على ثقتنا بنفسنا وعلى إيماننا بإن إحنا نقدر نحقق أي حاجة. وبعد كده حرف ال R بيرمز لكلمة relevant، وهو إنه يبقى ليه علاقة بهدف أنا عايزة أوصل له. يعني الخطوات اللي أنا هاخدها كل يوم تبقى ليها علاقة بهدف كبير أنا عايزة أوصل له. وآخر حاجة حرف ال T، وهو إنه يبقى time bound، أو إن هو يبقى ليه مدة زمنية محددة أنا باحاول إن أنا أوصل له فيها. فلما آجي أعمل هدف ما أقولش أنا هاوصل أو أنا هاعمل كذا، ولا بقى أحط له مدة زمنية، ولا أحط له خطوات، ولا أحط له مقياس. طب أنا هاعرف منين إن أنا وصلت للهدف ده؟ دي بقى الفكرة. أنا لازم يبقى عندي end goal أو هدف محدد. زي مثلا أنا لو باحاول إن أنا أتعلم لغة جديدة، طيب يبقى الهدف بتاعي أنا هاعرف منين إن أنا وصلت لها؟ لما أبقى باعرف أتكلم مع حد وأعمل معاه محادثة. طيب هادي لنفسي مدة زمنية قد إيه؟ هادي لنفسي مثلا 3 شهور. فلما تيجوا تحطوا أي هدف يبقى بالمثال اللي أنا لسه قايلاه دلوقتي، ما يبقاش هدف باكتبه وسِبته خلاص، أكنه هو مثلًا هيعمل نَفْسه. طيب لمّا آجي بقى أكتب الخطوات بتاعتي اللي أنا هاخدها كل يوم، أنا عايزاكم تحطوا خطوات تقدروا إن أنتم فعلًا تعملوها وتنفذوها من اللحظة دي. ما تكتبوش خطوات معقدة ومحتاجة حاجات تانية ومعتمدة على ناس تانية وعوامل تانية والكلام ده كله. لازم تبقى الخطوات بتاعتكم أنتم تقدروا تعملوها، ما فيش حاجة تقدر توقّفكم عنها. زي مثلًا المثال بتاع إن أنا أتعلّم لغة مثلًا، ما أجيش مثلًا أقول طيب أنا هاروح الcenter الفلاني أتعلّم هناك، ويبقى الcenter ده بعيد وما لوش مواصلات ومصاريفه كتير والكلام ده كلّه. أحاول إن أنا ألاقي حاجة أقدر مثلًا إن أنا أعملها. زي مثلًا بالنسبة لي أنا نزّلت برنامج على الموبايل، البرنامج دوّة ببلاش، هادّي له وقت مثلًا كل يوم 10 دقايق. كده أنا حطيت أهداف واقعية أعرف إن أنا فعلًا أعملها. وسهّلوا يا جماعة الدنيا على نفسكم، يعني ما تروحوش إن أنا مثلًا عايزة أوصل لهدف أروح لأصعب طريق وأمشي فيه، عشان صدقوني دي حاجة في الآخر هتلاقوا نفسكم ماشي عملتوها مرة 2 3 بعد كده هتلاقوا نفسكم بتبدأوا إن أنتم ما تعملوش حاجة خالص. زي مثلًا هادّيكم مثال، لمّا ابتديت إن أنا أعمل الفيديوهات دي كان بالنسبة لي أنا عايزة أصوّر بجودة كويسة، عايزة كاميرا جودتها حلوة، عايزة إضاءة كويسة، فهاستنى إن أنا أصوّر الصبح، عايزة إن أنا شكلي يبقى حلو، فأنا هاعمل شعري، عايزة إن أنا الفيديو يبقى يطلع فيه كلام وtext وصور، فهياخد منّي وقت كتير. طب ما أنا لمّا كل الحاجات دي هابدأ إن أنا أعملها، طب ما أنا في الآخر هالاقي نفسي إن أنا باعمل فيديو كل فين وفين عقبال ما كل العوامل دي تتجمّع مع بعض وإن أنا فعلًا أقدر أعملها. فده اللي أنا باقوله لكم، مش لازم الحاجة تبقى perfect، مش لازم تبقى أحسن حاجة، بس المهم إن أنتم تبقوا بتاخدوا فيها خطوات. كل لمّا يبقى سهل إن أنتم تاخدوا الخطوات بتاعتكم كل يوم عشان توصلوا للحاجة، كل ما هتعملوها، وكل ما تتطلب منكم صعوبات وحاجات أكتر وكده عشان توصلوا لها، كل ما هتكسلوا إن أنتم تاخدوا الخطوات دي كل يوم. طيب نرجع تاني للجزء بتاع إن إحنا كتبنا أهدافنا. إحنا كتبناها، أنا عايزاكم تبصوا على الأهداف دي أو الليستة دي كل يوم أو كل أسبوع لو مش هتقدروا كل يوم. فمثلا لو أنا كتبتها في كراسة، أنا هسيب الصفحة بتاعة الأهداف دي مفتوحة كده في الكراسة ديت ومش هاجي جنبها أهي. كل يوم مثلا أو كل أسبوع هروح وهبص على الأهداف دي وأحاول إن أنا أفتكر طيب أنا إيه اللي أنا أقدر أعمله دلوقتي وإيه اللي خارج عن إيديا. اللي أنا أقدر أعمله دلوقتي هبدأ إن أنا أخطط له في اليوم بتاعي. يعني مثلا وأنا بوضب اليوم بتاعي بكرة هفتكر طيب ماشي، أنا مثلا عايزة أشتغل في المكان الفلاني، طب المكان الفلاني ده أنا محتاجة إن أنا أقدم له بكميات كبيرة. طيب يبقى بكرة أول لما أصحى هافتح اللابتوب وأقعد إن أنا أقدّم على مثلًا الشغل بتاعي. اللغات مثلًا اللي أنا عايزة أبقى باتكلمها، طب هو أنا مثلًا نسيت، أنا انشغلت في الحياة ونسيت إن أنا أتمرن على اللغات بتاعتي. طيب خلاص يبقى بكرة في 10 دقايق مثلًا أو نُص ساعة هاقعد فيهم أتمرن على الحاجة دي. كل أمّا تبقى أهدافكم مكتوبة قدّامكم وبتشوفوها، كل ما هتبدأوا إن أنتم تفتكروا إنكم فعلًا تعملوا الحاجة. طيب بعد ما أنا افتكرتها و خلاص اديتها وقت في يومي كل يوم، إيه بقى النقطة اللي بعد كده؟ النقطة اللي بعد كده هي إن أنا عايزة أشوف أنا إيه التحسُّن اللي بيحصل في كل هدف فيهم. فأنا مثلًا عايزة أحُط لنفسي milestones أو نُقط أبقى عارفة إن أنا بعد الأسبوعين الأولانيين هابقى وصلت المفروض أعمل كذا، بعد
3 أسابيع هابقى في النقطة دي، ودايمًا تقعدوا تراجعوا مع نفسكم، هل أنا وصلت للنقطة دي؟ ولو ما وصلتلهاش، أنا ما وصلتلهاش ليه؟ إيه الحاجات اللي أنا قصّرت فيها خلّتني إن أنا ما أعملهاش؟ وعمومًا أنا هاقول لكم حاجة أنا باحب أعملها، أنا باحب إن أنا كمان أكتب كل حاجة عندي على الموبايل، وعلى الموبايل أنا مقسّمة الأهداف بتاعتي لكذا section. section مثلًا للشغل، section تاني للself development اللي هو الحاجات اللي أنا بانمّيها في شخصيتي أو في نفسي، زي مثلًا التمارين، القراية، اللغات، الحاجات دي كلّها. section تاني مثلًا للعيلة وللصحاب. أنتم ممكن برضه تعملوا نفس الحاجة، إن أنتم تبدأوا تقسّموا أهدافكم لكذا section أو كذا عنوان، كل عنوان هيبقى عن جزء معيّن في حياتنا، ما تكتبوش كل الحاجات على بعض علشان ما تكونش ملخبطة، وأنتم كمان تبدأوا إن أنتم تتلخبطوا وما تاخدوش بالكم منها. في بقى نظرية مهمة لازم وانتوا بتحطوا أهدافكم كمان تبقى موجودة في بالكم، وهي اسمها mental contrasting. المنتال contrasting دي بتتكلم عن ان انتوا لما تحطوا أهداف تحطوا معاها في نفس الوقت العوائق أو المشاكل اللي هتقابلكم في الأهداف دي، ولما تحطوا معاها العوائق اللي هتقابلكم دي تحطوا معاها كمان الحلول بتاعتها. يعني يبقى عندكم خطة متكاملة فيها الهدف وفيها المشكلة وفيها ان انا كمان ازاي هتغلب على المشكلة، لانه في ناس كتير بتقع في الغلط ده وهي بتحط الاهداف بتاعتها، بتحط الهدف بتاعها ومش بتتخيل إيه الحاجات اللي هتقف قصادها، فطبعا لما تبدأ ان هي تشتغل عليه بتبدأ ان هي تقابل مشاكل، ومع اول مشكلة في ناس كتير بيجيلها احباط وما بتكملش. فانا بالنسبة لي انصحكم ان انتوا تعملوا جدول فيه 3 حاجات، في الهدف وفي المشاكل وفي الحلول بتاعة المشاكل دي. واخر نقطة هتكلم فيها هي ان انا عايزاكم تتخيلوا نفسكم، يعني تربطوا الهدف بتاعكم بالكينونة أو بالشخصية بتاعتكم. يعني مثلا لو حد عايز يعمل فيديوهات على اليوتيوب، خلاص انتوا تحطوا في دماغكم ان انتوا يوتيوبر. ليه بقى؟ لان ده هيديكوا احساس انه الفيديوهات اللي انتوا بتعملوها دي مش مجرد حاجة هتعملوها في وقت فراغكم، لا، هو ده عبارة عن شخصيتكم، ده عبارة عن الايدنتيتي بتاعتكم. يعني الموضوع عامل بالظبط كده زي ان انتوا تحطوا الهدف وتصدقوه وتربطوه بنفسكم. يعني مثلا لما بنشوف حد مثلا دكتور، الدكتور ده هل هو عارف ان هو دكتور، ولا هو مثلا لو حد جه شكك في دراسته مثلا او في علمه او كده هيتهز؟ لا، هو عارف ان هو دكتور. نفس الكلام لو حد مثلا بيحب الرسم عايز يبقى فنان، خلاص هو ده انتوا. ما تخلوش انه دي حاجة انا بعملها كده على جنب، لا، مش حاجة بتعملوها على الجنب، دي تخليها حاجة مربوطة بشخصيتكم. لو حد قال اسمكم تبقى دي مربوطة بيه على طول. ما تخلوش احساس الشك ده يوقفكوا عن ان انتوا توصلوا لهدفكم، او يحسسكم مثلا ان انتوا مش كويسين كفاية علشان تسموا نفسكم بالاسم بتاع الوظيفة دي او الحاجة اللي انتوا عايزين تعملوها. وعموما ده مش اخر فيديو انا هتكلم فيه عن ان احنا ازاي نحط اهدافنا ل 2025. لسه في فيديو تالت، جزء تالت هعمله، والجزء التالت عبارة عن تدريب هيعرفكم ازاي اصلا تحددوا او تعرفوا الاهداف بتاعتكم بتاعت 2025 لو انتوا مش عارفين اصلا انتوا عايزين تعملوا ايه. فاستنوا في الفيديو الجاي، وبشكركم بجد لو كملتوا الفيديو لحد دلوقتي، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.